قطاعات ليهم عروض في المسابقه الرسميه. نتمنى ان هي تبقى شخصيات مسرحيه عامه ويتم توسيع النطاق عشان ما يبقاش الاستاذ فتوح في حرج ولا الاستاذ ناصر في حرج في انه لو حصل اي جوائز باي شكل ما ولا ضمنوا زي ما كنا بنسمع زمان في الدورات القديمه. ما هو رئيس القطاع او رئيس مدير المهرجان كانوا قاعدين مع اللجنه وظبطوا النتيجه عشان الفريق الفني ياخد، رغم ان كانت الجامعه هي اللي بتاخد وكان الهوايه هم اللي بياخدوا، بس برضه كان ده بيتقال. وشكرا لك. المفروض شكرا للائحه هي ليها عرضين، جامعات مصر كلها ليهم عرضين. السنه دي الجامعات ما عملتش مسابقه مجمعه لكل العروض. فاحنا بعتنا جواب رسمي اللي بيسال الجامعات انه يرشح عرضين من افضل اللي هو واخد اول وثاني طبقا للائحه عندنا ان هو واخد احسن عرضين على مستوى الجامعات. المجلس الاعلى ما قدرش يشكل لجنه عشان يختار عرضين. فاللي حصل ان الجامعات المصريه بدات ترد علينا احنا اداره المهرجان وتجيب لنا فايلات عروضها على السنه عايزه. فالاقتراح اللي اقترحناه السنه دي واللائحه كمان كانت معانا فيه ان احنا هنشاهد عروض الجامعات، احنا كمان بنشاهد مهرجان وهنختار منها العروض طبقا للائحه. تمام؟ فبالتالي وضيفت على انها عروض كانت مشابهه زيها زي جهات مستقله. اوكي؟ بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه بعت لهم جواب رسمي فعلا وتفاوضنا معاهم في التليفون، يعني يا جماعه فين العروض؟ قالوا لنا ان ما عندهمش مسابقات السنه دي للمديريات خالص، رغم ان في انتاج بس ما عملوش اي مسابقات او شكلوا لجنه واختاروا عرضين. قالوا لنا احنا عملنا كده مسابقه اسمها مسابقه ابداع، مهرجان ابداع، وفي عرضين من الجامعات هم دول هنقدمهم. فده قرار وزاره الشباب. يعني وزاره الشباب اختارت الابداع لان هي اللي عملت المهرجان بتاع الابداع. ومع ذلك انا هو يعني بطلب منى، انا مش هكون رئيس الدوره الجايه ان شاء الله، بس منى هتبقى موجوده في اللجنه، لازم تبقي ذاكره لهذه الاشياء عشان نتلافى العيب ده السنه الجايه. كويس؟ يعني ممكن نخاطب وزاره الشباب من دلوقتي، يعني بعد الدوره ابعتي جوابات قول لهم يا اخوانا هنبعت لكم كمان سنه ما تقولولناش كذا يعني. بخصوص كلمه رئيس المهرجان بالدكاتره تمثيل وديكور ونقد، فحاسس ان الدوره اللي فاتت والدوره دي انتقام للاكاديميين سواء في اللجنه او في اللجنه العليا، لدرجه ان عميد معهد فنون مسرحيه مش موجود. يعني بغض النظر طبعا ان في دكتور سيد خطاب في اللجنه العليا وفي دكتور صبحي في لجنه التحكيم، بس ده لا يمثل اتجاه. دكتور حسن عطيه ايوه 2 في 11. انا بقول لك العكس يعني زمان كان بيبقى 12 دكتور وفيهم واحد من الخارج، واللي من الخارج ده كان بيبقى ممثل عربي. كنا بنجيب جمال سليمان مره، جبنا زيد لحام، جبنا كان ده اللي من بره، كان كله اكاديمي. انا كان بيتهيألي رغم ان انا ضد التصنيف ان ده عمل جابها قصاد الاكاديميين، فبقى في اتجاه ان انا دلوقتي لو بعمل عرض تبع الاكاديميه وما خدش جايزه هقف اقول ان اللجنه كلها مستقلين ومين دول اللي يحكموني. صح؟ لدرجه مش قصدي يا ريس، انا هقول كلها لما اخسر. ده كلام غلط. انا لما اخسر اقول كده. انا لما اخسر اقول كده. طب لحظه، انا بحاول اضعك اسماء اللجنه. دكتور حسن عطيه استاذ النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحيه اكاديميه الفنون. واحد. الاستاذ المخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، واحنا عارفين دوره في معهد العالي للفنون الشعبيه كاستاذ بالمعهد. لحظه كمل. محسوب على الاكاديميه، استاذ في الاكاديميه. الفنانه سهير المرشدي خريجه المعهد العالي للفنون المسرحيه والاكاديميه. الفنان خالد صالح ده نجم، يعني نجم تمثيل. المؤلف الموسيقي هشام جبر خريج معهد الكونسرفاتوار باكاديميه الفنون وقائد اوركسترا القاهره السيمفوني. دكتور صبحي السيد استاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. احنا كده قلنا كام اسم يا جماعه؟ فاضل الدكتوره المخرجه دكتوره داليا بسيوني استاذه المسرح، استاذه علوم المسرح في جامعه حلوان، استاذه الدراما في الجامعه الامريكيه وحاصله على الدكتوراه من امريكا. كويس؟ وعندنا مصمم الاستعراض محمد شفيق اللي حصل على جوائز في المهرجان التجريبي واللي اشتغل في فرنسا، وكلنا عارفين فرنسا وايطاليا قدم عروض بالظبط. فانا بس انا وقفتك عشان ما تتقالش حاجه غلط وتتثبت. ليس صحيح، ملاحظتك في غير محلها. بس انا مش فارق معايا ان العروض اللي يعني يجي كذا حد عادل. العرض بتاعي انا هكتسح الجوائز، قلت له انت بتغنيني بحاجه مش مغريه بالنسبه لي. يعني انا مش قضيه انك تكتسح الجوائز، انا قضيه ان تقدم مسرح شكله كويس محترم بصرف النظر عن الجوائز دي لا تعني بشيء. طيب يعني